فيلمنا لليوم هو الجزء الثاني من قصة أنستازيا وكريستيان جراي. إذا ما شفت الجزء الأول روح اتفرج عليه أولا عشان تفهم القصة. فيلمنا بيبدأ مع كريستيان وهو نايم وبيحلم بكوابيس حاجات حصلت في طفولته. هو طفل صغير بيكون واحد من زباين أمه لأنه أمه كانت بتشتغل عاهرة وكده. بيضرب أمه كريستيان فبيتخبى كريستيان تحت ترابيزة، فبيجيله الراجل ده وفي إيده سيجارة وبيجره من تحت الطاولة، وبكده بيكون عرفنا الحروق اللي في صدر كريستيان إيش كان سببها. المهم المشهد ده بيبين لنا إنه كريستيان حالته ساءت بعد ما تركته أنستازيا، فبتجي كوابيس دايما وحالته النفسية في الحضيض. وبعد فترة بتكون أنستازيا تخرجت من الجامعة وصارت مساعدة في دار نشر، ومديرها في الشغل اسمه جاك هايد في أول يوم ليها بيجيب لها الشاي بيرحب بيها، بس هو يعني إنسان واطي لا مؤاخذة، يعني عينه زايغة وبلاوي ثانية حتعرفوها بعدين. المهم أنستازيا في يوم بعد الشغل بتروح لمعرض صور بتاع صاحبها خوزيدا، وبتتفاجأ إنه خوزي عارض صور كثير لها، وفجأة بيجي خبر إنه صور أنستازيا كلهم اشتراهم شخص واحد بس، وأكيد كريستيان له علاقة بالموضوع. بتلاقيه قدامها وبيقول لها إنه عايز يكلمها، فبترفض وبيترجاها وبيقول لها إنه ما عمره كان عايز يرجع لوحدة تركها، وبيعزمها على عشاء ويقول لها على كل حاجة عنه، فبتوافق وبياخدها لمطعم، وبيحكي لها إنه أمه كانت مدمنة مخدرات وفي ليلة أخذت جرعة زيادة وماتت وهو كان معاها، وبعد 3 أيام جت الشرطة ولقته جنب جثة أمه، وفي المستشفى شافته كرايس وبعد فترة تبنته، وبعدها بيطلب من أنستازيا ترجع له وبيقول لها إنه علاقتهم حتكون عادية ما فيها قوانين ولا عقابات، وأنستازيا بتوافق. وفي اليوم الثاني بتروح معاه للسوبر ماركت وبيروح لشقتها وبيحضروا العشاء هو، وبيسألها عن الشركة اللي بيشتغل فيها وبيكون عايز يشتريها. بتعصب منه أنستازيا وبتقول له إنه ما ينفع يدخل في شغلها، وشوية بتكنسل أنستازيا كلام المشي والجريدة كله. المهم في الصباح بيروحوا يفطروا في كافيه، وبتشوف أنستازيا بنت شافتها من قبل برا مبنى الشركة اللي بتشتغل فيها، فبتقول لكريستيان عنها وبتوصف له شكلها، فبينقلب وجه كريستيان وبيطلع من الكافيه وبيوديها لصالون لأنه بالليل حيروحوا لحفل تنكري. بس صاحبة الصالون بتطلع هي المرأة اللي علمت كريستيان السيطرة أو السادية بالأصح، وبيكون اسمها إلينا، وبتصرخ على كريستيان وبتقول له أنت ليش جبتني عندها ومين البنت اللي بتلاحقني دي؟ فبيوديها لبيته وبيعطيها ملف فيه صور للبنت واسمها ليلى، وهي الإكس بتاعته أنهى علاقته معاها لأنها كانت عايزة زيادة، وبعدها راحت وتزوجت ولكن زوجها مات في حادثة سيارة، وبعدها صارت تلاحقه. ولما كان مع أنستازيا في جورجيا حاولت ليلى دي تنتحر قدام مدبرة المنزل، وده اللي خلاه يرجع لسياتل. بعدها بيلبسوا وبيروحوا للحفل التنكري وكل حاجة حلوة، ولكن بتلتقي أنستازيا مع العمة إلينا وبتقول لها ما رح تقدري تغيري كريستيان لأنه محتاج تابعة يملكها ويسيطر عليها، مش حبيبة قلب وحب وخرابيط. بس أنستازيا بتسكتها بأغربي عن وجهي ومالك دخل في حياتنا واللي بيحصل فيها. ولما بيرجعوا للبيت وهما في الجراج بتكون سيارة أنستازيا مكبوب عليها حاجة، فبياخد كريستيان عنها وبيوديها لواحد من مراكبه، وفي الصباح بيقضوا وقت مع بعض وبيشوفوا بيت حلو وبيعجبها أنستازيا كثير. البيت ده حيكون مهم بعدين في الجزء الثالث والأخير. وبتمر أيام حلوة بدون مشاكل لحد ما في يوم بقرر جاك يتحرش بأنستازيا لأنها رفضت تروح معاه لنيويورك رحلة شغل يعني، فبتضربه وبتطلع من الشركة وبتلاقي كريستيان وبتقول له عن جاك، فبيكون عايز يروح يضربه بس أنستازيا بتمنعه. وفي البيت بيتصل كريستيان على كم شخص وبيقدر يطرد جاك من الشركة، وبتتعين أنستازيا بداله بشكل مؤقت. وفي يوم بتروح أنستازيا لشقتها فبتلاقي ليلى منتظراها ومعاها مسدس، وبينقذ كريستيان الموقف بس على طريقته الخاصة. أول ما بتشوفه ليلى بترجع في الأرض وبتشوف أنستازيا المنظر ده فبتتصدم صدمة حياتها الثانية، فبتخرج للشارع وبتتمشى شوية تفكر، وبعدها بتروح لبيت كريستيان وبتقول له أنا خفت منك أكثر من ليلى مع أنها كانت شايلة مسدس، وده بسبب تصرفك معاها، وأنا بعمري ما حقدر أظهر لك الخضوع وأكون مطيعة ليك بالطريقة دي. ويفهم كريستيان إنها عايزة تتركه، فبيقوم راكع قدامها وبيترجاها عشان ما تتركه، فبتقول له أنستازيا إيش اللي بتعمله ده؟ فبيقول لها بعد ما تركتني المرة اللي فاتت شفت الويل فتعهدت على نفسي أني حاعمل أي حاجة أترك شغل سادية ده
عشان ترجعي لي. ومر الموضوع على خير، وفي الصباح بتقدم كريستيان لأنستازيا فبتقول له اديني مهلة أفكر. وبتمر فترة، وقبل عيد ميلاد كريستيان بيومين بتهديه أنستازيا هديته وبتقول له افتحها لما يجي عيد ميلادك. وبعدها بيكون عند كريستيان شغل، وبيركب هليكوبتر مع واحدة بتشتغل عنده، وفجأة بيتعطل محرك الهليكوبتر وبيعمل حادث، وبيوصل خبر للعيلة كلها. أنستازيا اللي كان قلبها حيوقف من الخوف، بس الحمد لله يدخل عليهم كريستيان سليم وبيسلموا عليه كلهم. بعد كل ده بتقول أنستازيا لكريستيان يفتح هديتها وبيلاقيها سلسلة مفاتيح مكتوب عليها يس، أيوة يعني، ودي هي إجابتها على موضوع الزواج. وبيفرح أكيد كريستيان. بحفلة عيد ميلاده بيعلن عن خطوبته من أنستازيا، والكل بيفرح طبعا ما عدا إلينا اللي بعد ده بتتكلم مع أنستازيا وبتقول لها إنها وراه بس عشان الفلوس. فبتسمعها أم كريستيان وبتديها كف وبتطردها بعدها من البيت، وبيكملوا الاحتفال بالألعاب النارية. وآخر حاجة بنشوف جاك هايد واقف بيتفرج على بيت عيلة كريستيان وحالته مبهدلة، وبدخن سيجارة ومعاه صورة لكريستيان مع عيلته فبيحرق وجهه بالسيجارة. ودي هي نهاية الجزء الثاني. طبعا في الجزء الثالث أخير، لو حابين ألخصه لكم كمان قولولي في التعليقات. وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، دعمكم ليا هو اللي بيشجعني أعمل لكم ملخصات أكثر وأحلى. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله، باي باي.